السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعرف ازاي نقدر نربط الواتساب بالبيزنس معانا على المنصة. أول حاجة بتدخل على الداشبورد بتاعتك، بعد كده من إعداد النوتيفيكيشن أرقام الواتساب. أنت على حسب الخطة بتاعتك تقدر تربط عدد من أرقام الواتساب بالمنصة. تمام. لو أنت على الخطة بناء على الخطة بتاعتك، يعني هتلاقي تدوس هنا أو على اشتراك المنصة. لو نزلنا تحت هتلاقي هنا في ارقام الواتساب، يعني مثلا الخطه بتاعتي دلوقتي فيها رقم واحد بس واتساب. حلو اللي انا ضايفه. لو جيت ضفت تاني هيقول لي ان ايه، انت خلاص عديت ارقام الواتساب، مش هينفع تضيف ارقام تاني. حلو، مش هيرضى يعمل معايا حفظ. تمام. طيب انا همسح الرقم ده كده وهاجي نضيفه مع بعضينا من اول وجديد. حلو. تمام. طيب انا عشان اعمل كونكشن بالواتساب على المنصه لازم يبقى واتساب بيزنس. ما تروحش بالواتساب العادي المفتوح على الرقم الواتساب العادي تعمل بيه كونكشن، هياخد بلوك. لازم يبقى واتساب بيزنس، ويبقى يا ريت رقم مش اساسي عندك، مش بتاع المبيعات اللي بتستقبل كل حاجه عليه تضيفه في المنصه، لا رقم تاني بيزنس انت بتستخدمه في التسويق الخاص بالمنصه والرسائل الخاصه بالمنصه. طيب لما تربط الرقم الواتساب هتستفاد ايه؟ هتستفاد ان انت تقدر تبعت رسائل للطلبه عن طريق الواتساب اوتوماتيك. درجات امتحانات، غياب وحضور، رسائل تسويقيه. حلو. ان الطالب يعمل فيريفيكيشن بالموبايل قبل ما يسجل على الموقع، لما يسجل على الموقع يتبعت له كود باربع ارقام على الواتساب بتاعه. كل ده بقدر استفيد منه لما اربط رقم الواتساب بتاعي على المنصه. طب زي ما قلنا، هخش على رقم الواتساب، هدوس اضيف رقم واتساب. حلو. طيب ما تلعبش في الحاجه دي. طالما انت ما عندكش سيرفر واتساب خاص بيك، ما تلعبش في الحاجه دي، سيبها زي ما هي. انت اللي كلها هتيجي عنده بس تكتب رقمك اللي هتعمله كونكشن عندي، فانا هعمل مثلا الرقم ده. حلو. عندي في الكونكشن على الواتساب جاب لي فاليد كده، يبقى الرقم بتاعي صح. طبعا انت لو بلد تانية بتختار كود البلد بتاعتك، احنا مثلا هنا معرفين بس مصر والسعودية، فهو جايب لي البلدين دول. حلو، بس انت بتعرف البلد بتاعتك ده بس عشان لما يجي يبعت ايميل بالرقم ده فبيقول لك انا والله بعت رسالة من خلال الرقم ده. لو انت مثلا ضايف 3 4 ارقام ما تتلخبطش ما بينهم، تبقى عارف انت كل رقم اني بتبعت منه دلوقتي. حلو. بعد كده بدوس انشاء. هنا انستنس اي دي بدوس انشاء، بستنى شويه، دوسه واحده بس واستنى شويه، هتلاقيه جاب لك رقم هنا. تمام. بعد كده بدوس انشاء كيو ار كود. قبل ما ادوس انشاء كيو ار كود اكون انا فاتح الواتساب البيزنس بتاعي. حلو. وداخل، يعني هفتح واتساب بيزنس اهو، على حسب بقى انت اندرويد ولا ايفون. انا مثلا في الايفون بدوس سيتنج، وبدوس اضافه او لينك ديفايسز او اضافه جهاز اخر، وادوس لينك ديفايس بيفتح لي الكاميرا. تمام. فانا بفتح الكاميرا اللي هعمل بيها سكان كي ار كود، كاني بكونكت على الواتساب ويب، كاني بدخل على الواتساب ويب. حلو. اول ما بدوس انشاء بستنى شويه، هتلاقي لي كي ار كود بعمل له سكان. تمام. اول ما يقول لي في الموبايل خلاص ان هو اتضاف، بستنى شويه، يعني هو دلوقتي في الموبايل عندي بيقول لي ان هو بيتضاف. حلو. ما اقفلش الصفحه دي غير لما يتضاف. خلاص هو قال لي اتضاف، اكتب لي اسم الجهاز ده، هقول له مثلا منصه. حلو. خلاص وادوس حفظ. تمام كده. كده الواتساب بتاعي لسه مفتوح على الواتساب بيزنس، ما ينفعش اقفله من عليه، وهو كده كونكتد بالمنصه. طيب ممكن خلال كل 15 يوم هتحتاج تعمله ابديت. تعمله ابديت ازاي؟ هتيجي هنا هتدوس على علامه السرقه دي، او هتدوس على الرقم الاكس توكن ده اللي بينور، هيجي لك هنا. كل اللي هتعمله هتدوس انشاء كيو ار كود جديد وتعمل له سكان تاني. حلو. لما تدوس انشاء كيو ار كود جديد هيجي لك كيو ار كود جديد، عشان لسه عاملينه فمش هيجيب لك جديد، ساعتها هيجيب لك كيو ار كود جديد، هتعمل له سكان هيخش عندك المنصه. طيب لو ما رضيش يجيب لي كيو ار كود جديد، هدوس انشاء على انستنس اي دي يعمل لي انستنس اي دي مختلفه، وادوس انشاء كيو ار كود هيجيب لي كيو ار كود ايه مختلف، هعمل له سكان تاني وادوس حفظ. يبقى انا كده عملت ايه؟ عملت كونكشن على المنصه. تمام. وادوس حفظ. كده انا خلاص ربطت الواتساب بتاعي، الدنيا كلها شغاله. هقدر ابعت من خلاله رسائل على المنصه، تسجيل دخول، الكلام ده كله اقدر اشغله بقى. ولو محتاج اي مساعده احنا موجودين هنا معاك في الدعم الفني. ممكن تدوس هنا على العلامه البرتقالي، وبعد كده على علامه الرسائل وتواصل معنا،
وتقدر تبعت اي حاجة هنرد عليك خلال ساعة. شكرا ليك.